السلام عليكم البنات الميمات الفنات البوغوصات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. فيديو جديد على القناه، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. غبرت عليكم غير سمحوا لي وصافي. نبداو الفيديو ديالنا بصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو اختي جديد روتين غير في الدار هكا، وبغيت نبارطاجي معكم البنات كرواسه غير في الدار. انا ماشي بروفيسيونيل ولكن كنزطط اختي راسي تشهيت شي حاجه كنوض نديرها. المهم كما شفتوا اول حاجه جمعت البيت ديالي اختي بديك الحركه السحريه باش ما نطولش عليكم فيديو. الفطور اللي قسم الله البنات، درت هكا الكاشير، الفرماج، اومليت، زويته بلديه مع زويتينات، كان عندي الطوست وهكا التمر والشوكولا وبلالة اتاي. لقيت بزاف ديال التعاليق على البراد، بدليه دابا نبدلوه البنات ان شاء الله، راه غير كيعجبني حيت كيصرع ليا اتاي. هنا طويجينا اختي تشهينا الطاجين ديال الكفته ديال السردين، عرفتوا البنات ما شهيتكم فيه، جا غزال وبنينه البنات والله الا توحشت هكا كفته كويرات ديال السردين. صافي عاوتاني السيجور ديالي كذلك جمعته شطبته مسحت هكا دوك الحيوطه ديال الصالون. ودابا هنا البنات كنعطرو كما شفتوا. حاولت ان هاد لا فيديو ما نكثرش لكم فيه في الروتين والشقه باش هكا يجيكم فيديو شويه قصير. صافي البنات من بعد ما ساليت روبينتي الغدا اختي ديالي اللي قسم الله، درت البنات العصير ديال الحامض كيجي غزال، راكم دابا عارفين الحراره. هكا شي حاجه سائله من الاحسن. صافي اختي الطويجين ديالي هو هذا، تغدينا الحمد لله اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. هنا البنات راني في الصباح يعني ملي كنت غسلت الماعن ديال الفطور، غسلت حتى هاد القريعات البنات ديال الزياتات زوينين الصراحه. انا واخده غير هادو صغيورين قد في العبار، بارك عليا اختي وزويونين وكان ثمن مناسب، فهمتوا البنات. صافي هنا جيت نعمر البنات الزياتات باش ان شاء الله غنبدا معكم الشهيوه ولا شنو غنقولوا لها اختي. المهم كرواسه ولا بتي بان كل كيفاش غادي يقول لها، انا اختي كنقول لها غير كرواسه حيت صراحه ما غنوصلوش بحال ديال الباتيسري، كذبوا عليكم. الباتيسري اختي عندهم داكشي بروفيسيونيل، خصكم غير مبتدئه وبغيت نبارطاجي معكم الوصفه. اول حاجه حبوباتي عندنا هنا بيضه بحراره المطبخ كما كتشوفوا، طبقوا المقادير اللي غنعطيكم اكزاكت غادي تصدق معاكم. عندنا كاس الا ربع ديال الزيت الروميه، عندنا 2 معالق ديال السنيده، نتوما على حسب الحلاوه اللي بغيتو تكثروا ولا تقللوا اللي بغيتو. انا درت غير 2 معالق حيت غندير فيها الشكلاط. ودرت معلقه ديال الخميره ديال الدار وقبيصه ديال الملح البنات. كما كتشوفوا كلشي واضح لكم اختي، كلشي واضح. صافي غنبدا نحرك البنات مزيان هكا بالطراب كما كتشوفوا، وغادي نضيف 2 كيسان د الماء دافئ. مهم الا عندكم الحليب من الاحسن، انا البنات ما كانش متوفر عندي الحليب وقلت غادي ندير غير بالماء دافئ، وصراحه صدقوا زوينين. ها نتوما البنات 2 كيسان د الماء دافئ اختي. شي حاجه يعني مبسطه وسهله، يعني المقادير موجودين في اي دار. هنا البنات صافي بديت كنحرك هكا بالطراب وغنبقى نضيف الدقيق حسب يعني الخليط. ما غاديش نقول لكم شحال العبار بالضبط شحال هزات ليا، ولكن البنات العجينه ما تكونش ثقيله وما تكونش يعني يعني جاريه، فهمتوا؟ هي تكون هكا خفيفه وكتكون كتلتصق في اليدين. المهم هانتوما غتشوفوا في يعني في الفيديو كيفاش غادي يعني سمحوا لي راه كنهضر بزاف ياكو. مهم صافي البنات هنا من بعد ما جمعت العجينه جمعتها البنات، هانتوما راه باقا كتلصق ليا في اليدين ديالي، درت هكا دهنت شويه في يديا بالزيت وصافي. وغادي نخليها البنات هنايا ترتاح يعني تخمر ليا. غادي ندير ليها هكا سلوفان وغادي نغطيها وغادي نخليها هكا تخمر ليا العجينه البنات. ومن بعد غادي نرجعوا للخطوه المواليه، سمحوا لي على الصداع. شوفوا انا البنات هنايا خرجت الزبده من الثلاجه، من الاحسن تكون الزبده عندكم يعني مخرجينها يعني بحراره المطبخ باش هكا كتساعد معاكم. يعني الطريقه ما كتكونش هكا صعيبه شويه. صافي هنا البنات كما كتشوفوا خمرات ليا هكا العجينه، يعني كتضعف لينا هكا العجينه. شوفوا راه كتلتصق في اليدين، انا هكا بغيت هذا القوام هذا. عندنا هنا البنات الزبده ليا خرجتها انا من الثلاجه، غناخذ هكا معلقه هي غنضيفها في العجين ديالي وغادي نحاول ندخلها مزيان في العجينه.
غير بيديا راه احسن حاجه والله البنات. إن انا بعدا بالنسبه لي احسن حاجه هي الايد، تخدمي بالايد من الاحسن. شوفوا حاولوا تدخلوا مزيان ديك الزبده. انا البنات غنحطها في سطح العمل، غير كندخل ماشي كندلاك ولا شي حاجه، غير كندخل ديك الزبده في العجين ديالي صافي اختي كنحصل على هذا القوام هذا كما كتشوفوا. راه كتبقى هكا لينه العجينه، شفتوا كنحصلوا على هاد القوام اختي د العجينه هذا. وغادي نخليوها تما ما غاديش نخليوها ترتاح، غادي نقطعوها البنات 3 ديال الكويرات. انا غنبارطاجي معاكم. شوفوا خليت لكم هكا الفيديو يعني بطبيعته، ما زربتوش باش هكا يعني تستافدوا منه ولو يعني قليل. يعني انا قلت لكم في الاول الفيديو انا ماشي بروفيسيونيل في الحلوى وهذا الشيء، ولكن انا مبتدئه، وكان نحاول انني يعني شي حاجه تشهيتها ولا تشهاوها وليداتي كنحاول انني نوض نديرها لهم وصافي. هذا ما كان. انا صراحه عجباتني، جات زوينه وجات صراحه خطيره، لا في مذاق لا شكلا لا مذاقا، جات زوينه. غير حاجه واحده انا البنات انني غلطت شويه يعني العجينه. المهم بلا ما نحرق لكم مراحل، حاولوا نتوما ما تغلطوش العجينه، حاولوا ترققوها شويه. انا صراحه هذا خطا درتو، كي المره الجايه ما نعاودوش. انا راه اول مره نصاوب هكا كرواسه، قلت نبارطاجيها معكم في لا فيديو. هكا في العشيه كنبغي الانسان يدير هكا غوتي بشي حاجه مختلفه، غير من دارو بلا ما يخرج هكا على برا يتقدى. انا قلت نديرها وقلت نتوما لو حتى جيتوها مرحبا الف مرحبا هكا لوليداتكم للمدرسه، ولا نتوما نيت البنات تفطروا بها في الصباح، صراحه كتنفع. صافي كما شفتوا هنايا درت 3 الكويرات حتى هما غادي نغطيهم بحال هكا غير شويه يرتاحوا، وعاد غادي نخدم ان شاء الله الطريقه يعني هذه اللي تابعه هاد الطريقه هذه. غناخد اختي هنا سطح العمل، غندير شويه ديال الدقيق هكا حيت العجينه كتلتصق البنات. غناخد هكا مدلك، غنبقى ندلك مزيان ديك العجينه ديالي. غنطلقها مزيان البنات على سطح العمل. صافي كما كتشوفوا معايا. وعندي تما البنات الزبده خرجتها من قبل، واخا صراحه هاد الطاسه هذه فيها غير نص ما كفاتنيش، غنجبد الزبده الاخرى وغادي نستعملها حتى هي. هانتوما شفتوا راه كتلصق العجينه. مهم راني كنقولها لكم نعاود نقول لكم انا ماشي بروفيسيونيل في الحلويات، راه غير مبتدئه اختكم. صافي هنا كنحاول انني ندهن ديك الزبده كاع كامل على الوجه ديال العجينه ديالي، كاع البلايص نعمرهم البنات بالزبده مزيان مزيان كما كتشوفوا معايا في لا فيديو. سمحوا لي على الصداع العيان كتجي كتلعب حدايا. صافي ها نتوما البنات كما كتشوفوا دهنت مزيان ديك الزبده صافي، وغادي نربع البنات بحال المسمن. غادي نجيب هذيك اللي في قداميه مع يعني الوسط، عاوتاني وديك اللي في الجنب من الوسط. المهم كنطوي مسمنه البنات كما كتشوفوا بحال هكا كتجيني مربعه على شكل مسمنه البنات. صراحه جات زوينه وعجباتني وعجبات حتى مالين الدار، هذا هو الاهم. صافي البنات كما كتشوفوا كنربعها هكا البنات صافي، وغنحطها جانبا ونعاود ندوز يعني ليهم كاملين غندير نفس الطريقه بدوك 3 الكرات كاملين غندير لهم نفس الطريقه. غادي نعمرهم مزيان البنات بالزبده وغادي نربعهم. عاد غندوزو للمرحله الاخيره صافي هي اللي غنعمروا بها الشكلاط، وغادي نشكلوا كرواسه ديالنا صافي، وغادي نحطوها في اللاطه ان شاء الله يا ربي. مهم الا وصلتوا لهنا ما تنساونيش من لايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا. وشكرا للناس اللي ضافوا عندي جداد، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. قناتكم ودار داركم، وجزاكم الله كل خير على الكلام الطيب اللي كتقولوا في حقي. والناس اللي كانوا معايا في اللايف البارح شكرا لكم بزاف 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 على الحضور ديالكم، على الدعم ديالكم ليا. الله يكبر بكم والله يجازيكم بالخير، وشكرا لكم بزاف والله. وخصوصا الناس اللي معايا اختي في القناه ديالي المحاربين القدماء اللي معايا في القناه ديالي، الله يكبر بكم شكرا لكم بزاف. صافي البنات كناخذ هذيك العجينه اللي ربعنا كنبقى نطلقها هكا البنات بالدلاك كما كتشوفوا. هنا فين انايا يعني ما طلقتهاش مزيان، بدات كتلتصق معايا البنات صافي قلت بارك عليها. هنا فين خطأت. المهم حاولوا نتوما ما ديروش نفس الخطأ اللي درت انا. غلطت شويه العجينه، انا هنا راه خاص مازال البنات نزيد نرققها، ولكن انا خليتها هكا وجاتني صراحه غليظه ولكن زوينه يعني غير لينا وفي الدار، يعني ما غاديش نبيعها ولا شي حاجه فهمتوا. خديت البنات هاد الشوكولا هذا ديال نيت بتي با هو اللي غنستعمل. صافي غادي ندير هنا 1 2 أو 3 ولا 4 نتوما اللي يعني شحال ما بغيتو ديال الشكلاط. وكنبقى هكا نرولي داك العجينه ديالي
راكم عارفين بشي با البنات كيفاش كانت الطريقه ديالو. غير انا الخطا اللي درت انني خليت العجينه غليظه. هذا هو الخطا، انا كنعترف بالخطا ديالي وكنقولها لكم باش نتوما ما تستافدوا من الخطا. ما تخليوش البنات العجينه غليظه. حاولوا ان انا نورمالمون كان عليا نقطع 4 الكرات. كون قطعت 4 الكرات كانوا غيجيوني هما هادوك، حيت الكره الصغيره البنات جاتني فنه. المهم ما عليناش، من الخطأ نتعلم. حاولوا ترققوا العجينه باش تجيكم بتي با غزاله. المهم هذه هي الطريقه اللي كنروليو بها العجينه ديالنا. كما كتشوفوا البنات كنبقى غادا مستمره على هذه الطريقه حتى غنساليهم كاملين. هنا خديت اللاطه اللي غندخل الفران. صافي غنحط فيها اختي ديك الكرواسه ديالي. عرفتوا هنا البنات فرحانه حيت اول مره نصاوبها. المهم ديك كديكور اعجبتني. غير جاتني غليظه، ولكن تكالت والله الا كليناها البنات حيت جات فريمون جات غزاله. غنبقى مستمره على هاد الطريقه هذه حتى نكملهم كاملين. صافي البنات كملت اختي اللاطه ديالي كما شفتوا. هادو البنات هما اللي جاوني واعرين، جاو رقاق، جاو غزالين. الاخرين جاو غلاضه البنات. المهم ماشي مشكل، المره الجايه غادي ان شاء الله نرققهم. وكون يعني رققتهم كانت غتجيني كميه كثيره. صافي البنات شوفوا لي انت الله يحفظها لي حتى هي كتدلك. نخليهم البنات يختمروا وغادي نرجع لكم. هنا اختي من بعد ما اختمرت ليا العجينه ديالي غادي ندوز اختي باش غادي ندهنها بالبيض. هنا البنات درت بيضه. غادي نبدا ندهن حبوباتي هاد الكرواسه ديالي كامله وغادي ندخلها ان شاء الله للفران.
في حبوباتي من بعد ما دهنت اختي اللاطه ديالي غادي ندخلها ان شاء الله الفران. شعلته البنات من التحت ومخليه العافيه يعني موين، ما شعلهاش مجهد، وغنخليه حتى طيب لي اختي الحلوه ديالي او كرواسه ديالي من التحت. عاد ان شاء الله غنطيب غنهبطها للتحت. هذا ما كان البنات، صافي ها هو البنات دخلتها الفران، وهنا حبوباتي طابت لي كرواسه. ها نتوما البنات قولوا لي اختي كي جاكم. انا قلت لكم شكل راه واو وحتى مذاقا طب البنات. انا دابا كنهضر معكم وكنمونطي معكم فيديو، انا كليتها البنات جات غزاله الصراحه. ها نتوما البنات شوفوا لي اختي صراحه كتشهي طب، جات غزاله غزاله اختي، حبيت عجبتني صراحه بزاف بزاف. ها نتوما يا البنات شوف شوف عرفتو جات كتحمق، جاو صراحه كيحمقوا باقيين سخانين البنات، جاو كيوت. شوفوا القرمشه، سمعوا ليا شوف. وصافي البنات دابا غادي ايوا اختي هنايا جيت نحط كرواسه ديالي اختي فرحانه بها. حطيتها البنات هاد التبصيل هكا وغادي نديرو بها اختي الكوتي. صراحه جات زوينه، غير قلت لكم حاجه الوحيده انا اللي درت انني غلطت هكا يعني العجينه جات هكا غليظه وصافي، اما جات واعره البنات. غير جربوا المقادير، عندكم الحليب ديروه عوض الماء، ما متوفرش عندكم الحليب ديروا الماء 2 كيسان د الماء كتجي رائعه. وهنا كنقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو، الى اللقاء الى فيديو جاي ان شاء الله. ما تنساونيش حبوباتي من اللايكات واشتراك في القناه. مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا.